إليك مجموعة من الحقائق التي قد تكون لا تعرفها عن المغرب. اعتقد الناس في العالم القديم أن الشمس تشرق من اليابان وتغرب في المملكة المغربية، لذلك فإن المغرب باللغة العربية هي مكان غروب الشمس. تبلغ مساحة المغرب 453 ألف كيلومتر مربع تقريبا، وأكبر مدينة في المغرب هي الدار البيضاء، والعاصمة السياسية هي الرباط، وقد لعبت الدور الرئيسي في حضارة الأندلس، وقد انعكس ذلك على الشخصية المغربية الحديثة المتذوقة للثقافة والفن. كان المغرب محمية فرنسية من عام 1912 إلى عام 1956 عندما أصبح السلطان محمد بن يوسف ملكا على البلاد. وجد في المغرب ثاني أقدم نظام ملكي في التاريخ دون انقطاع، فلم يحكم المغرب غير الملوك والسلاطين دون انقطاع منذ أكثر من 12 قرنا، وتحديدا منذ 788. وجدير بالذكر بأن أقدم حكم محلي مستمر في العالم يوجد في اليابان، وقد تأسس حسب المعتقد الياباني التقليدي منذ 600 سنة قبل ميلاد المسيح، في حين أن ثالث أقدم ملكية دون انقطاع توجد في الدنمارك منذ سنة 935 ميلادية، بأقل من قرن ونصف عن المغرب. لم يعرف المغرب سوى فترتين للتدخل الخارجي، كما أن المغرب من الدول العربية النادرة التي لم تخضع للحكم العثماني على الإطلاق. يعتبر محمد السادس بن الحسن عاهل المغرب هو الملك 23 للسلالة العلوية التي تقول بنسبها للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سليل مولاي الشريف، والذي بدأ عهده سنة 1631، أي قبل 4 قرون تقريبا. نظرا لاستقلال المغرب قديما عن الخلافات الإسلامية المتعاقبة في الشرق، فقد اعتاد ملوك وسلاطين المغرب المتعاقبون حمل لقب أمير المؤمنين، نظرا لكون تولي الحكم بالمغرب يعتمد على نظام البيعة، حيث أن أحدث دستور للمملكة لسنة 2011 خصص أول فصل يتحدث عن سلطات الملك الدستورية لشرح وتفصيل دور إمارة المؤمنين. أصدرت مجلة فوربس عام 2011 قائمة بأغنى ملوك العالم، وقد حل فيها ملك المغرب محمد السادس الذي لطالما وصف في الإعلام بملك الفقراء سابعا بثروة تفوق 2.5 مليار دولار، متفوقا على 3 حكام خليجيين هم على التوالي أمير قطر وسلطان عمان وأمير الكويت. وقد شكل هذا التصنيف صدمة قوية للكثيرين، ذلك لأن شريحة واسعة من المغاربة تقدر ب9% تعاني من الفقر المدقع، فيما تضرب البطالة نسبة تقارب 20% من الشباب المغربي. يعتبر المغرب أحد أقوى مراكز الإسلام الصوفي عبر العالم، وذلك لأنه كان لفترة من الزمن بمعزل عن الصراعات المذهبية في الشرق العربي، فصار بذلك مقصدا لطلاب التصوف لا سيما من شمال وغرب أفريقيا. يتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وهو الذي مكنه من تبوء صدارة عالميا في تصدير الفوسفات الخام، إضافة إلى مستخلصاتها الصناعية لا سيما الأسمدة الكيماوية، وحاليا يشكل الفوسفات أحد أركان الاقتصاد المغربي. طبقا لمنظمة الأمم المتحدة، يعتبر المغرب أول مصدر للحشيش في العالم، وذلك بسبب قربه الجغرافي من أماكن تركز المستهلكين في أوروبا وشمال أفريقيا، إضافة للانتشار الواسع لزراعة نبتة الحشيش. كما يعد المغرب أول مصدر لسمك السردين في العالم، مما يجعله في المرتبة 17 من أصل 25 دولة تصدر الأسماك عبر العالم. تعد جامعة القرويين بمدينة فاس العاصمة الثقافية للمغرب أقدم جامعة في العالم، إذ بنيت عام 859 ميلادية من طرف فاطمة بنت محمد الفهري، ولا تزال الجامعة تعمل إلى اليوم، إذ تخرج منها مجموعة من علماء المغرب وشخصياته البارزة، ودرس فيها عدة علماء مثل العالم ابن خلدون. أكثر من 10% من المغاربة يعيشون في الخارج، حيث أشارت تقديرات صادرة عن رئاسة الحكومة لسنة 2013 أن عدد المغاربة القاطنين بالخارج يفوق 4.5 مليون مغربي. وتحظى فرنسا بنصيب الأسد من المهاجرين المغاربة بما يقرب 1.5 مليون مغربي، تليها إسرائيل حيث يقطن بها قرابة 1 مليون يهودي مغربي مهاجر، أغلبهم هاجر قبيل استقلال المغرب. من المهاجرين المغاربة المعروفين عالميا الممثلين الكوميديين الأشهر في فرنسا على الإطلاق جمال الدبوز وجاد المالح، ووزيرة التعليم الفرنسية نجاة بولقاسم،
ووزيرة الأشغال بالحكومة نفسها مريم الخمري، وعمدة روتردام وشخصية السنة في هولندا أحمد بوطالب، والروائي العالمي الطاهر بنجلون. كما أنه ليس كل المغاربة في الخارج مدعاة فخر لمواطني بلدهم، كقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي غادي إيزنكوت، وقائد الجبهة الجنوبية لجيش الاحتلال سامي ترجمان، إضافة إلى عمير بيريت وزير الدفاع الإسرائيلي المسؤول عن العدوان على لبنان. إن كنت من محبي سلسلة لعبة العروش Game of Thrones، فاعلم أن أغلب مشاهد قارة إسوس وإمارة درون قد صورت في المغرب، وحتى إن لم تكن من متابعي السلسلة الأكثر متابعة في التاريخ، فيمكن أن تكون شاهدت أفلاما مصورة في المغرب كالمهمة المستحيلة Mission Impossible 5، بابل، وطروادا، ومملكة الجنة Kingdom of Heaven، والمملكة The Kingdom. فيعد المغرب مقصدا شائعا للمصورين السينمائيين، لا سيما الأمريكيين والأوروبيين. يعد المغرب القبلة السياحية الأولى في شمال أفريقيا، وهي المرتبة التي انتزعتها من مصر نظرا لعدم الاستقرار السياسي المستمر منذ 4 سنوات في مصر، إضافة إلى مخزونه الهائل من المؤهلات الثقافية والتاريخية والطبيعية الجاذبة للسياح. فطبقا لليونسكو يتوفر المغرب على أكبر عدد من الأماكن المسجلة في قائمتي التراث العالمي ب26 تصنيفا، وتتميز الحضارة المغربية بأنها خليط ثري من الثقافات العربية والأمازيغية والأندلسية والأفريقية. هذا المزيج انعكس على الخصوص على عادات وتقاليد المغاربة. المغرب هو رابع البلدان العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد مصر والسودان والجزائر، حيث يبلغ عدد سكان المغرب 34.38% مليون نسمة، ومعظم المغاربة مسلمون. تشتهر المغرب بصناعة النسيج، حيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج إلى الاتحاد الأوروبي، وكذلك صناعة السيارات. لا يجد المغاربة صعوبات في اللغات، وبصفة عامة يتحدث الكثير من المغاربة الفرنسية التي استمرت في التعليم نتيجة الاستعمار، كما يتحدث عدد منهم الإنجليزية، بينما تملك اللغة الإسبانية شعبية في شمال المغرب. ويستطيع المغاربة كذلك الحديث بلهجات مشرقية دون أي مشكلة، إلا أن اللهجة المغربية تعد من الأصعب بالمنطقة، وتقريبا عندما يتحدث المغربي بلهجته يجد سكان بقية الأقطار صعوبة بالغة في فهم ما يقول باستثناء الجزائريين. اللغة الرسمية في المغرب هي اللغة العربية، تليها الأمازيغية والفرنسية، تحتل المرتبة الثالثة. يعتبر المغرب موطنا لأجود أنواع الأخشاب، وهو خشب التويا، والذي يتواجد فقط في غرب سلسلة جبال الأطلس بالمغرب، وهو الخشب المستعمل لصناعة لوحات القيادة في سيارات الرويز رويز الفخمة. يتميز المغرب بأجمل المطابخ في العالم، فمهما كان ذوقك من الطعام فالكسكس والطاجين والبستيلة حتما ستنال إعجابك، حيث صنف المطبخ المغربي بثاني أفضل وجهة لمحبي الطعام في العالم لعام 2015. يعتبر المغرب أول دولة أفريقية تتأهل للمرحلة الثانية لفعاليات كأس العالم عام 1986، حيث خسرت المغرب أمام ألمانيا بهدف مقابل لا شيء. البلد الوحيد الذي تنمو فيه شجرة الأركان طبيعيا. قد تكون سمعت بزيت الأركان، هذا الزيت ذو المنافع المتعددة الذي يمكن استخدامه كغذاء، ويمكن كذلك استخدامه في التجميل، فهو لا ينبت بشكل طبيعي إلا في المغرب، ويصل ثمنه حاليا إلى حوالي 20 دولارا للتر الواحد. ينتمي المغرب لكلا القارتين الأوروبية والأفريقية لكونه قريبا جدا منها، حيث تفصل بينهما مسافة 14 كيلومترا فقط، مما يجعل المغرب يتأثر بعدة ثقافات متعددة كالثقافة الإسبانية. في عالم تعددت فيه مصادر المعلومات وتاهت فيه الحقائق، وسط كم هائل من المعلومات مجهولة المصدر، أصبحنا بحاجة إلى جهة تقدم لنا الحقائق موثوقة المصدر. متع عقلك حقائق، تبحر بك في عالم من المعرفة والاطلاع لتعيد اكتشاف العالم من حولك، فتزور بلادا لم تزرها،
تغوص في أعماق المحيطات، تكتشف الغابات الموحشة التي لم يدخلها بشر، تحلق في آفاق جديدة لتضيف المعرفة أعمارا إلى عمرك، وترى العالم الحقيقي الذي ما زال خفيا. متع عقلك حقائق، مكتبة المعرفة الحقيقية.